السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى تكونوا في افضل الاحوال وجمعه مباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما تتمنوا ان شاء الله باذن الله. اليوم جيت نصايب معكم واحد الكسكسو اللي ترضينا به، اللي غير بالخضره اللي متوفره عندنا في الدار، ما فيهش بزاف. المهم غادي ندوز معكم الطريقه ديال التحضير. هنا انا حضرته بالدجاج، حطيت الدجاج، غادي نزيد عليه مطيشه ديال الحك، انا عندي كونجولي ومحطوطه ضفت عليها هي. غادي نضيف شويه ديال المعدنوس اللي ديجا عندي مقطع، في العاده تنديرو مربط. غادي ندير الحمص اللي حتى هو عندي كونجولي، غادي نقطع عليها واحد البصله، غادي نشلضها، ممكن ديروا جوج على حساب المتوفر عندكم. انا هنا درت غير وحده ولكن كبيره في الحجم. هنا الكسكسو يعني حتى فين حطيناه درته بعشوائيه، يعني ما استفنالوش الخضره ولا. المهم بعد ما نقطع لهم البصله غادي نحط العطريه. راكم عارفين تبارك الله الكسكسو ما تيخطا حتى شي دار مغربيه في نهار الجمعه. المهم غادي ندوز معكم العطريه، درت المليحه، سكنجبير، الخرقوم، كلهم درت معلقه صغيره معلقه صغيره. وغادي ندير معلقه لارب ديال الابزار، وغادي ندير الزيت، انا هنا تندير البلديه. من بعد غادي نمرقها وغادي نسد على كوكوط ونحطها فوق البوطه طيب. وغادي ندوز معكم باش نوجد التفايه، حيت غادي نصايب شويه ديال الخضره مع شويه ديال التفايه. هنايا غادي ناخذ طنجره، طاويه صغيره ولا كسرونه ولا اللي عندكم متوفر. غادي نقطع عليه بصيله، انا هنا استعملت غير بصيله واحده حيت ما كاينش اللي غياكل بزاف. المهم بصيله واحده تنقطعها رقيقه كما تشوفوا معايا. من بعد ما غادي نقطع البصيله اللي ديجا انا الزبيب حاطه يفزق في الماء، خليوه يرطب شويه. من بعد ما قطعت البصله ديالي غادي نرش عليها واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، غندير شويه ديال الملون ديال الزعفران. وهنا غادي نحط الزبيب ديالنا، وغادي نحط الماء سخون عليها، وغادي ندير شويه ديال الزيت، قطرات ديال الزيت. هنا غادي ندير المورسو انا اللي كان لقيته قدامي، ممكن ديروا سنيده. المهم غادي نحطها على البوطه طيب. غادي ندوزو نقيو الخضره. هنايا انا ما استعملتش بزاف، استعملت انا غير خيزو واللفت والمكور والشيفلور، غير هادو بربعه اللي عندي متوفرين، واصلا هما اللي تيتكالوا من الخضره كاملين. المهم انا نقيتهم. وغادي ندوز الكوكوط ديالنا غيكون طابت اللحم. الا طابت الدجاج ما تنخليش انا في الكوكوط، فين تيطيب الدجاج تنحيدو وتنطيب الخضره باش ما يتفرقعليش الدجاج ولا يريس. هنا غادي نحيدو نخليه حتى للتالي وعاد ديال ردو الكوكوط. من بعد ما حيت الدجاج ها هو غادي نحط الخضره، غادي نحط خزو واللفت والمكور، هما اللي غادي يطيبوا. وغادي ندير عليهم واحد شويه ديال المليحه باش تدخل فيهم. من بعد غادي نسد على الكوكوط ونخليهم يطيبوا. بما يطيبوا هادو عاد تندير الشيفلور، حيت الشيفلور دغيا تيطيب ما تيحتاجش وقت كثير في الطياب. المهم هنا عاوتاني نسد عليهم يطيبوا وغادي ندوزو. ها حنايا طابت لنا
الخضره ديالنا. غادي نزيد ديك الشفلور اللي بقى، كما شفتوا معايا الخضره راها طايبه. غنضيفو الشفلور ونحطوه يطيب حتى هو، وندوزو نصايبو الطعام يتفور. المهم هنا بالنسبه للطعام تتصايبوا الكميه اللي متوفره واللي بغيتو، يعني تتبقى على حسب الحجم العائلي. انا هنايا استعملت تقريبا نص كيلو زايد عليه شويه. غادي نديرو عليه شويه ديال الزيت، وغادي نرملوه بالزيت مزيان، ومن بعد غادي نبقاو نرشوه ونبخوه بالماء مزيان. من بعد ما نبلبلوه بالماء مزيان، هو تيبقى على حسب كسكسو. كاين الكسكسو اللي تيتعجن، وكاين الكسكسو اللي تيشرب الماء، وكاين يعني انواع ديال الكسكسو. هنايا الكسكسو الصراحه عندنا مزيون، يعني كل ما تبسبسو بالماء تيشرب ديك الماء، يعني خصك تزيد ترشو باش ما يبقى لكش قاصح، واخا تفورو تيبقى قاصح. المهم تبقى عينك ميزانك معاه. المهم هنا كما شفتوا غنبلبلوه نبسبسوه مزيان. من بعد ما خليناه حتى شرب غادي نفكوه بيدينا مزيان، وغادي نحطوه في الكسكاس باش نحطوه يتفور. من بعد ما غادي نديروه في الكسكاس غادي نديوه على البوطه وغادي نحطوه يتفور. غادي نطلو معكم على الزبيب او التفايه ديالنا. المهم هو تيطيب تيغلي، وغادي ندوزو للتصفوار. بان تفورنا التصفويره الاولى غادي ننزلوها، وغادي نحاولوا اننا نفكوها بالمعلقه حيت سخونه بزاف. عاوتاني نبسبسوها بالماء ونبلوها بالماء مزيان باش ما يبقالناش كسكسو قاصح او ناشف. وفي نفس الوقت يعني ما ديرولوش الماء بزاف باش ما يتعجن ليكمش. المهم هنا بخيناه مزيان، وغادي نخليوه ينشف شويه باش نعاودوا له التصفويره الثانيه. هانتوما من بعد ما نشف، من بعد ما رشيناه ونشف، غادي ندوزوه نديروه عاوتاني في البرمه او الكسكاس باش نعاودوه يتفور تصفويره ثانيه. غير هو خليوه يتفور مزيان. انا تنخليه يتفور مزيان وتندير غير 2 تصفيرات، ما تنديرش 3. من بعد ما تفور لينا كما تلاحظوا معايا وطابت الزبيب، غادي ندوزو نسقيو القصعه ديالنا اللي هنايا سقيناها عشوائي، يعني ماشي استفنا الخضره ولا درنا تستيفه عشوائيه. وصراحه واخا هكاك جات زوينه في المنظر. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتمنىكم لاول خطره تيشوف قناه عالم سهام للطبخ والحلويات نتمنى يشترك بالقناه ويخلونا التعاليق ديالكم. وما تنسوناش بلي لايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم والاهل ديالكم والاحباب، وباش الدعم ديالكم نزيدو لقدام ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا وبالصحه والراحه الكسكسو، وجمعه مباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه. وباش كتمناو ان شاء الله باذن الله ما تنساوش تصليوا على الرسول عليه الصلاه والسلام معايا عليه افضل الصلاه والسلام. وشكرا لكم بزاف ومرحبا بكم تغداو معنا.